الجوية غير الطبيعية مثل الأنظار الطائرة. ربما نقف مدهوشين إذا علمنا أن الوسيل يعتقد وليس يظن أننا لسنا في هذا الكون الكائن وحدنا، وأن هناك عوالم أخرى وحضارات أخرى قد نصل إليها أو تصل إلينا في المستقبل. بعد كل هذا وربما قبل كل هذا وهو مؤلف، وما أعرفه له كتاب كان بعنوان مصر التي لا تعرفونها، ومعه حق فأكثر المصريين لا يعرفون عن مصر إلا أقل اسم. في زميلة علقت آني فصل كلام مهم جدا، بتقول دكتور وسيم من رجال مصر الذين نتشرف بهم والذين يرفعون اسم مصر عاليا، فهو بالفعل مثقف ورواية وحاج عظيم، وليست العظمة في كونه دكتور ومثقف وفنان فحسب. بهذه الصفات قد يمتلكها الكثيرون في مصر كما نعلم، ولكن العظمة تكمن في كيفية توصيل المعلومة للطرف الآخر، وهو بارع جدا في توصيل المعلومات حتى لا أثر العقول. وسيم السيسي نعيش عهدا يشبه بيقول في مقالة برضه مهمة جدا، بيقول نعيش عهدا يشبه الضحلان الثاني، لكن الهكسوس هزموا وانهدموا في النهاية، وهو يتوقع ان كل المستبدين في النهاية ينالوا الهزيمة ولا يبقى مستمر الا الشعب المصري وعظمة الشعب المصري. نتشرف معا ويشرفنا ان يكون متحدثنا اليوم الاستاذ الدكتور وسيم السيسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمة مصرية قديمة كانت اسمها الشام، وكان أشهر عيد عندنا منذ 5000 سنة هو شيشان ربع، وهو عيد السلام الكبير. وسمي شيء وهي كلمة معناها في مصر القديمة القدر، لأن كان هذا العيد ينقض 30 يوم من الصيام، وكان أجدادنا القدماء يحتفلون بهذا العيد، وكان عبارة عن يومين، والليلة التي تفصل بينهما إنما هي ليلة القدر التي تقدر فيها الآجال والأرزاق. شيء يعني قدر، شلام هي السلام، تبقى شالوم عند اليهود، شالوم خالقكم يعني السلام عليكم. وقال سيد المسيح وقال إذا دخلتم بيتا سلاما على أهل هذا البيت، يعني يقول السلام عليكم. وكانت تحية العرب هي حياك الله، فتستبدلت أيضا السلام عليكم، ولكنها كلمة مصرية قديمة وهي شلام يعني سلام، ومعروف باللغات أن السين والشين إنما هما حروف تبادلية. المحاضرة هذا النهارده الجذور المصرية في العقائد الإسلامية، ممكن نقول الجذور المصرية من العقائد السماوية، ونقدر نقول الجذور المصرية والعقائد السماوية، ونقدر نقول أن الدين واحد والله واحد. وهي من قديم تقريبا الخطوط العريضة في الديانات كلها، بل في قوانين الأخلاق كلها. الحضارة هي التي تبدأ بالتدوين. السعي الحضاري هو ما قبله. فرق بين السعي الحضاري
وفرق بين الحضارات. فإحنا عندنا الحضارة المصرية وهي أكثر الحضارات. أقول لمليتون المؤرخ المصري السلمانوي النوبل 625 قبل الميلاد، اللي كان له بطليموس الثاني في كتابة تاريخ الأسرات تاريخ مصر، فكتب مليتون قال إن الأسرة الأولى بدأت 5619 وكل أسر في المتحف البريطاني قال إنها 3200. أنا انتظر شوية لغاية ما الدنيا تهدأ شوية. كان 3200 والحضارة البابلية 3600 وده طبعا واضح. إنما فالمر سبيتري أثبت أن ما قاله مليتون صح، لأن مليتون قال الأسرة الأولى عبارة عن 9 ملوك وملكات، متحف البريطانية 3، لكن فالمر سبيتري اكتشف ال9 ملوك، وكان مؤسسة الأسرة الأولى واحد اسمها ميرات، والغرفة بتاعتها والمقبرة بتاعتها وغرفة الطعام وهي قاعدة على الصور بتاعتها على الجداريات على مائدة على قلب والوزراء قاعدين حواليها من هنا وهنا أضفي لهذا أمريكا والشام طبعا المومياوات بتاعت الأسرة الثانية، وأوجد أنها تفرق 2000 سنة بالكربون 14. طبعا أيضا نحط 2000 على 3200 مع 5619 زي ما مريته إذن هي أصل الحضارات كله حق مرتب لما قال أن قبل الضغط والدنيا كانت ضغطة قبل الحضارات. فتقول يا جماعة أنا ما بعرفش أركز وأنا شايف الدنيا كده غير. هذا الحضارة المصرية لو خدنا رحلة يعني بعيدة شوية 20,000 سنة فاتت، وطبعا اللي هناخدها في الرحلة دهية هو والجرام في كتابه أو في الموسوعة بتاعته اللي هي قصة الحضارة. نشأة الدين، فكرة الدين جت للإنسان إزاي؟ الحقيقة نشأة الدين نشأت من 3 عوامل. العام الأول كان هو الموت. قارن الإنسان البدائي بين الميت والحي فلم يكن فرقا إلا تنافس. العام الثاني كان الأحياء، لأن اللي مات جاي له بالليل، فإيه اللي جاب؟ يبقى لازم التنافس ده. واعتقد أن هذا التنافس بياخد دايمنشن ثاني ويروح في مكان ثاني ويجي له بالليل. فأطلق على هذا الشيء وهو التنفس بالروح، والروح ريح والريح هواء والهواء تنفس، ويأكدها اللغات الأوروبية سبيريت والسبيريت الاسبري والريسبيريشن يعني تنفس. ليترالي حرفيا الروح هي تنفس. واحنا لازم هذا واحد نفس يتوقف تقول روحه تنفس. هذا الإنسان البدائي يعتقد أن هناك عالم بعد هذا العالم وأن فيه هذا العالم هي الروح، ولكن في العالم الثالث بنشأة الدين وهو الظواهر الطبيعية، البراكين، الزلازل، الحرائق، الفيضانات اللي فأعتقد أن وراء هذه الظواهر الطبيعية آلهة شريرة، فأراد أن يرضيها فكان يقدم لها الأضاحي، وكان يضحي بأفضل ما عنده رئيس القبيلة، وبعد كده واحد من القبيلة، وبعد كده واحدة من القبيلة، وبعد كده طفل من القبيلة، وبعد كده حتى من الطفل يسيل الدماء ويرضي الآلهة الشريرة. ومن هنا جاءت فكرة الختان، وهي أساسا لإرضاء الآلهة أنه يسيل دم دون أن يقضي على حياته. وبعد كده جاءت فكرة الحيوان ينوب عن الإنسان في تقديم هذه الضحية. وكان هناك قبيلة اسمها حنام في جنوب أورشليم، وكانت تقدم الآلهة بالمحرقات، تحرق البكر في جنوب أورشليم للإله الشرير ماجوس. ولأن جي اسم إله الزلازل
لغاية النهارده في قبائل اسمها سمع في أفريقيا لما يجي الإسلام تنكسر وتقعد تنبش الأرض وتعاطف فيها وتجتهد للإله جي أن يكف عن التقلب لأن الأرض عشان تنفجر. فجي أمر حتى كانت لها كلمة جيولوجيا علم طبقات الأرض. فجي نم اللي هي القبيلة اللي بتاعت الأرض جي التي كانت منها لأنهم كانوا يحرقون الأضاحي فسميت مهنم من جي نم. فكلمة مهنم كلمتين اللي هي جي نم اللي هي هذه القبيلة التي كانت تقدم الأضاحي لهذا الإله الشرير مرغ. أيضا الإحداث البداية من 20-25 ألف سنة فاتت كان يستغرب أوي إزاي ست إخوة زي نهكي بيبي كده، فأطلق عليها أنها شريكة الآلهة في الخلق وأيضا صانعة النساء والرجال. لم يستطع أن يربط بين دوره في الإنجاز وبين الإنجاز. الآيات العملية البيولوجية تتم وأعرضها البان بعدها 3-4 أشهر وممكن ما تبانش خالص على أساس ما حصلش حمل أو أي حاجة من الحاجات دي. فأعتقد أن دي حاجة لولاها الدنيا تنتهي، ولكن استطاع أن يربط بين غياب الدم وبين الإنجاز فقدس الدم. وكانت الأرض حين عرف الزراعة حين لا تثمر كان يأتي مادة الدم ويحطها على المية ويرميها على الأرض لعلها تثمر كما تثمر المرأة من هذا الدم. ده في الساعة الحضارة، ده في 15-20 ألف سنة اللي هي قبل الحضارة المصرية تظهر. وكان سعي الحضاري في مصر طبعا ساعتها على ذلك المناخ وعبقرية المكان زي ما جمال حمدان بيقول وإلى آخره. المهم ان الحضارة ظهرت لدرجة انها اصابت الناس كلها بالدهشة. لدرجة واحد زي إيريك فون دانكش في كتابه شعر المطلق آلات الآلهة أو كتابه اللي هو Return to Stars عودة إلى النجوم يقول مش ممكن حضارة زي دي إلا إذا كان سكان كواكب أخرى هم وعلموهم وإلى آخره وحاجات. إنما طبعا هو مش قادرين يعوا أن هناك سعي حضاري حوالي 10,000 سنة أو 15,000 وقدامنا حضارة مقادة وحضارة المعادي وإلى آخره. طبعا كل دي حضارات غارقة وسابقة للحضارة المدونة المكتوبة اللي احنا هنتكلم عنها النهارده. أنا لا أجد غرابة ولا أجد أي تناقض بين ما أقرأه في الديانات السماوية إن كانت يهودية أو مسيحية أو إسلام وبين ما أرى وأقرأه في العقيدة المصرية القديمة. وعندي تأكيدات من هذا كثيرة ومنها القرآن الكريم. وما من أمة إلا أرسلنا لها رسول. أذكر في الكتاب إدريس كان صديق النبي. إدريس ده أول رسول هو ثاني نبي بعد آدم وجاء قبل نوح. فإذا كان التأكيدات بتاعت الكتب المقدسة تقول الرسل كانوا موجودين وما من رسول إلا بلغة قوم وما من رسول إلا وأرسلناه قل اعبدوا الله كتير يعني حاجات. أيضا ومن الرسل من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. يعني في رسل كتير قوي. فإدريس كان مصريا وصدر كان مصريا والرحمن كان مصريا فما تستغربش اللي احنا هنسمعه دلوقتي. نجد كلمة دين جاءت من كلمة مصرية قديمة وهي دي أو ديو وهي كلمة معناها خمسة. اللي بيعرف المصرية القديمة أو الهيروغليفية يقرأها اللي يكون فيها كتابة ما هيش لغة يعني. وبالمناسبة هي المصرية اللغة المصرية القديمة مرت بمراحل كتابية 4. المرحلة الأولى كانت هيروغليفية بعد كده دي موسيقية والهيراتيقية وبعد كده في العصر القبطي غلط تسميها لغة قبطية. مفيش حاجة اسمها لغة قبطية. هي اللغة المصرية مكتوبة بحروف يونانية لأن أحد الملوك الرومان أمر أنها تكتب بحروف يونانية زي تركيا بعد ما كانت تكتب بالحروف العربية تكتب بالحروف اللاتينية. إنما الكلمة هي يعني تسمى تكتب بالحروف دي أو الحروف دي ما تفرقش يعني. فكلمة دي كلمة مصرية قديمة
من يعني 5 والنون نون شعيرة دينية قليلة. فكلمة دين معناها الشعيرة الدينية الخماسية. طيب ايه بقى الشعيرة الخماسية التي كانت موجودة في مصر القديمة؟ لأول واحد كان التوحيد. مش اخناتون هو أول واحد في التوحيد، اخناتون ده نمرة 4 في التوحيد، ومش في التوحيد إنما في مذهب من المذاهب العبادية. فهو جاء ضد أوزوريس وجاء ضد أمون وعمل الأتونية بس، إنما التوحيد قائم من قبل منه. فنجد في متون الأهرام يانو كنيتر أنا الإله واحد أحد واحد إنجليزي كتير قوي من النص القديم دخل حتى في اللغات الأجنبية. خبر الناس مو بنفسي ننس نوع ثاني يعني نوع ليس لي كفر أو ليس مثلي أحد مكتوب توحيد مش توحيد أكثر من كده. نجد في كتاب العمارنة صور كثيرة، ويا ريت جبت لكم واحدة منها من الصور الكبيرة اللي أنا مكبرها الآية. نجد أن الإمام وهو الإمام سيد وراء صفوف المصلين سيدين، ولكن المسلمين أيضا كان راجل فرد يعني بيته دوا بالميتاستيس تتقلب بيت الوضوء، ووراءه تلميذه شايل له أبريق فيه مية وشاب اللي هي دلوقتي اسمها شاب رايح بيت الوضوء ويرجع عشان يبقى اسمه الإمام وهو الإمام. وراءه صفوف المصريين المصلين ولكنهم بأذقانهم حتى يواجهون الإله بوجوههم وليس برؤوسهم. وجاء ذكر هؤلاء في القرآن الكريم، بس احنا بنقرا مش واخدين بالنا، بس انا بقرا بعض اتخصص وقت ثاني. اولئك الذين يخرون للاذقان سجدا. مفيش حد بيسكت بلا، انما ان تاتي هذه النص للاصوات موجوده وهم عاملين كده اول هم دول اولئك الذين يخرون للاذقان سجدا. وطبعا كان الوضوء قبلها وهو لأخره كان عشان كده هو نجد الزهير الرجل يقول أن قيود النظافة في مصر شديدة جدا خصوصا على رجال الدين، ولكن يبدو أن مناصبهم الرفيعة معروفهم عن هذا المعنى. مناصب معانين فكانت الصلاة الوضوء وكان التوحيد. لكن أيضا الصيام كلمة صاعوا كلمة مصرية قديمة معناها يمتنع، والميم عن فصوم معناها يمتنع عن طعام شراب كلام. حتى في سورة مريم قدرت الله صوما أن لا حدث لمدة 3 أيام. فالصوم صاعوا والميم فهي كلمة مصرية قديمة، وكانوا يسمون 30 يوم وينتهي 30 يوم بشيش لا مربع اللي هو عيد السلام الكبير اللي هو اللي هنتفق عنه اللي هو ليلة الشهر اللي هي موجودة فيه. كانوا أيضا يحجون. كلمة حج كلمة مصرية قديمة أنا جدها في قواميس جاردنر وراسباتشو الجماعة دول كلهم، فإنها معناها النور أو الضياء. حجة معناها النور أو الضياء. أيضا في كلمة مصرية وهي آس، وتجدوها في القواميس وصلها ساقين، ودي بيسموها ديفرانس أو الرسم التوضيحي أو التفسيري. ما يكتب كلمة يحب يفسرها، يعني زي مثلا تحط كلمة فار، انت كلمة ارم دي تسأل تقصد بيها سلاح ولا دراع، حط يحتلك منطقية على اساس يقصد سلاح، ممكن يصير لك دراع على اساس يقصد دراع، او يقع رسم تفسير. فنجد آلس وصلها ساقين عاملين كده بالظبط. دخلت في العربية ايضا واصبحت اجتاز ويجتاز تكهيلة. فحط حجة على آس تبقى حجاز أو حجاز أي المتجه إلى النور. وكانوا يحجون إلى مكانين الجزيرة كانت شايفها عربية طبعا، والجزيرة هم اللي بنوا الكعبة، والكعبة كانت مصرية قديمة كعبة. دخلت من العربية بقت كعبة عن طريق الأنباط، الأنباط عام 500 قبل الميلاد على حدودنا هنا. ونفس الكلمة الإنجليزية بقت كيوب يعني مكعب، هي الذي بدأ الكعب هم المصريون إبراهيم أصحاب القواعد. وكانوا هنا
في جبل الفيوم يطوفون حول هرم ميدون 7 مرات، فكانوا يطوفون حول الكعبة أيضا 7 مرات. وكانوا يحيطون أيضا إلى أبيدوس في جنوب سيناء حيث قبر أوزوريس، فكان يحيط إلى مكانين، إلى أبيدوس في جنوب سواد أو إلى الجزيرة اللي هي الكعبة. وكان له نشاط كبير في الجزيرة، خصوصا بعد عصور المحلات، خصوصا في عصر المحلات الثاني لما جم الهكسوس وطردوا الهكسوس، وكان لهم أماكن هناك. ويمكن بعض منكم يذكر من 3 سنين فاتت أعلن وزير السياحة السعودي أنهم اكتشفوا تماثيل لرمسيس 3 في قلب السعودية. فده معناه أن النفوذ المصري كان موجودا هناك. وخريطة بطليموس اللي هي في القرن الثاني الميلادي هنجد أن أسماء الجزيرة كلها مختلفة عما هي. كانت مكة دي كانت اسمها ملكاي اللي هي الأماليك أو العماليك، وكان يثرب اللي هي التريب اللي هي بنها، وكان طيبة هي الطائف وهي على خط عرض طيبة أو الأقصر دلوقتي هي. فكان النفوذ موجود هناك. وفي عصر المحلال الأول ناس المصريين كتير هاجروا وسابوا مصر واتجهوا إلى مكانين ما بين النهرين شمالا وإلى الجزيرة، ودول اللي هم كانوا حكماء مصر اللي هم يطلق عليهم سابي. وسابي معناها حكماء مصر اللي هم الصابئة، اللي هم جاء ذكرهم برضه في القرآن الكريم: الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى الذين عملوا صالحا ويؤمنون بالله واليوم الآخر لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. دول الصابئة أو السابي اللي هم حكماء. وطبعا كلنا عارفين بني عبد المناف اللي هم من مصر اللي هي من مصر، والجراحمة اللي هم اخوات اسماعيل وقالوا برضه مصريين. فده بالنسبة لي. نيجي بقى الكلمة الثانية اسمها ماعو. وماعو كلمة مصرية قديمة معناها زكاة، وابن كثير يفسرها زكاة. وزي ما قلت لكم في الأول أن النون هي شعيرة دينية قديمة، فماعو وبقى ذكرها في القرآن الكريم: أولئك الذين يمنعون الماعون. فإذا هي عقيدة دينية نور. شيء غريب أيضا إن إحنا نجد مثلا 25 ديسمبر كانوا يحتفلون بعيد ميلاد أوزوريس، وكانوا يحتفلون بالشجرة بتاعت شجرة عيد الميلاد اللي لها فوق منها سنة ورا سنة. وكانت هذه الشجرة يزينونها بالجعران، والجعران دي الجعران يحمل صفة من صفات الإله، لأنه يتمتع بخاصية اسمها بارثينوجينيسيس. بارثينوجينيسيس هي التولد العذري اللي هو مش محتاج حد تاني كده يجي الآن اثنين. عشان كده في أحد الصلوات الربانية على متون الأهرام نجد أن النص القديم أو المصرية تقول: أيها الواحد الأحد الذي يطوي الأبد، يا مخترق الأبدية، يا مرشد الملايين إلى الزمن، يا موجد نفسك بنفسك. فالجعران يحمل هذه الصفة ويقدر يقدسه ويعمل زينة ولا طبعا اللي مش فاهم يقعد بقى يقول لك ده بيعبدوا الجعران، ده بيعبدوا الصقر، ده بيعبدوا القطط. هي كلها رموز. يعني مثلا عايزين الصقر يقدسوا. لو يقدسوا ليه؟ لأنه يعمل 3 أشخاص من صفات الإله. واحد أنه يمثل حرف ألف في الهيروغليفية أو الأبجدية الهيروغليفية: والله لا أحد قط، ليس له كفون داخلي، والله لا يقع من رؤية البشر، وعمره ينزل على الأرض زي النسور على قمم الجبال والبشار والمجد الله في الأعالي، فيقدسوا ويحطوا على رأس فورس. والقط سيعمل قطة ياخد أمعاءها بعد ما تموت، يعمل منها الكاب وكبت اللي احنا بنستخدمه إلى أحد القريب. طبعا هذا كتبت مش من القط بس، من كوكب من أمعاء الأفكار. ودلوقتي حاجات بقى زي الفكر والفيكسون والبي اس وحاجات دي ولا شعور. إذا هو كان يعمل منها، وكان منها أوضاع قيثارة وأخرى، فمش هيعمل إله وياخد مصاريف يعمل منها أوضاع قيثارة ويعمل منها خيوط جراحية خياط الجروح وكان. فهي رموز وهي بيدة صفة. فمش يقدس القطة ليه؟ لأنها حيثما قسمت يختفي الطعم.
هو ما قدرش يوصل بين اللينك بتاعت الكلام، إنما هو اعتقد أنها بروفيدنس أو أنها مبعوثة العناية الإلهية، لأن ربنا بيبعثها عشان تقضي على هذه الأوبئة فقط. وكلمة حتى مياو اسم مصري قديم اللي هي الصوت بتاع القط، وفاساتو وفوس وبسبس وإلى آخره وباستس، وإنها مبسطة دلوقتي لأنها وضعت فيها يعني يظهر كانت المنطقة دي فيها أمور كثيرة جدا، لأن وضعوا فيها حوالي 200 موميا من فضة محمد بوغاية موجودة الاسم ده لغاية دلوقتي. فإذا زي ما احنا شايفين إن دي كانت موجودة. 25 ديسمبر بقى ده كان عيد ميلاد الرسول، وكانوا يحتفلون أيضا بالوزة البرية اللي هي دلوقتي ديك الرومي، وظلت أوروبا وأمريكا على الوزة البرية دي لغاية القرن 18، لغاية ما دخلت ديك الرومي على أمريكا وبالتالي أوروبا ما عدا سويسرا وألمانيا لغاية النهارده وبكرة الوزة مصري قديم. وإحنا إلى عهد قريب برضه كان أوروبي يعمل الوزة الشوكولاتة، وهي عادة مصرية قديمة في احتفالات الكريسماس اللي هي 25 ديسمبر، وبالمناسبة دي 25 ديسمبر أدق وأصح من 7 يناير. حتى أنا مرة بابا مشهودة وأقول له 25 ديسمبر كان فيها صح، قال لي أنا عارف. قلت له طب ما بنعملش ليه كده؟ قال لي لا، يقولوا كاتوليك صح وإحنا غلط. شيء غريب اللي كان بعد 2-3 زي ما احنا بعد 2 بقى هنحتفل بعيد القيامة، كانوا يحتفلون بعيد قيامة الزريس من بين الأموال، لأن كان الحمل الإلهي معروف. يعني اللي كنت اسكندر مثلا الأكبر لما جاء هنا في مصر، أول ما اتجه إلى واحد سيوة حيث أكبر معبد من معابد أمون، وأول سؤال سألوا فيه وبيبقى في كاهن ورا التمثال وبتاع: من الذي قتل أبي فيليب المقدوني؟ فيوم الكاهن من ورا يرد عليه ويقول له: أباك لم يقتله أحد، أباك حي لا يموت، إن أباك أمون، سوف تنتصر في كل حروبك ولن تهزم أبدا. بس هزمته بعوضة ناموس الصغيرة، جابته ملاريا وضغط 33 سنة. فكان حتشبسوت أيضا كمان يعني أنها حمل الياك